فاكر قوانين حفظ الطاقة، قانون المشهور قوي اللي الناس كلها عارفاه، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. قانون رائع الصراحة. بس احنا بنفكر ان القوانين دي تطبق فقط في الامتحانات وفي معمل المدرسة وخلاص خلص، فهو مش مكمل معانا، في حين هو لا، ده بيأثر علينا جدا 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 كمان. يعني امبارح كان عندي تصوير، وكان يوم جميل بصراحة يعني، والحمد لله انجزنا الحاجات اللي المفروض نعملها. بس انا قلت ايه، خليني اجيب مشروب طاقة كده يظبط الدنيا. جبت مشروب مش عارف ماركته ايه بصراحة، مش فاكر اسمه، بس علبة سودا كده كويس. وبالفعل يعني هو مادة التروين والحاجات اللي هي محطوطة فيه ديت، الواحد عارف طعم الانرجي درينكس يعني. وبالفعل الواحد حس بشوية نشاط كده وشوية فوقان بس انا دايما وانا بشرب مشروبات الطاقة دي ببقى شايل هم تاني يوم. لو النهاردة اللي هو ايه، انت هتحس انك واخد علقة. انا يعني او ده وضعي. ليه بقى؟ لان انت النشاط والطاقة والصحة والهايبرة اللي انت تبقى فيها ديت هتجيبها منين؟ انت بتستلفها من تاني يوم، من اليوم التالي. كويس؟ انت كأنك ايه، بتسحب من رصيدك في تاني يوم. حلو الكلام. بقى لما يجي وقت السداد اللي هو تاني يوم بقى، تحس بقى هو الواحد ليه مش قادر، الواحد ليه تعبان ومرهق وجسمه مكسر ومش قادر ليه؟ اديك عرفت ليه. مش عارف انا لوحدي اللي بيحصل لي كده ولا ناس تانية، بس هو الشخص اللي متعود على الحاجات دي اظن بيكون نوع من المقاومة او ريزيستنس، او بيبقى ده العادي بتاعه، فمعتاد على هذا الامر. بصراحة يعني مبطل الحاجات دي من فترة طويلة جدا 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 بسبب هذا الامر، لاني بدأت اتتبع برضه. شوف يا اخي سبحان الله، التتبع ده تسجيل بحيث انك تفهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه، رهيب. فلقيت ان انا كل مرة بشرب تاني يوم ببقى اوت، انا صاحي اوت. كويس. فبقيت يعني على حذر جدا، واستخدم الحاجات دي في الضرورات فقط، مش على الفاضي وعلى المليان. نكتفي بالقهوة، والقهوة بصراحة يعني ما أثرتش معنا في حاجة. to be honest TBH، القهوة ما أثرتش معانا في حاجة. ربنا يعني يديمها نعمة، يديم نعمة القهوة علينا. ولا يا رجل جميل. فيعني ايه، ده تذكير برضو لأي حد بيشرب انرجي درينكس او حاجات من دي، اللي هو ايه، باعتدال، لان كله يا باشا بحسابه. مفيش حد بياخد حاجة من غير ولا حاجة. بتدفع يابا، بتدفع، كله بيدفع الثمن بصورة او باخرى، سواء ادركت او لم تدرك. انت ربما يكون بيحصل لك نفس الامر ولكن مش واخد بالك. ممكن خلال الكلام ده دلوقتي تبدأ والله ده انا بيحصل لي فعلا حاجة شبيهة بكده، فتاخد بالك. فمش الفاضي وعلى المليان، واي نشوة او اي طاقة او اي حاجة فوق العادي انت بتاخد من رصيد نفسك في اليوم التالي. ونفس برضو مبدأ الناس، ربنا يعافينا جميعا يعني، اللي هو مدمن اي حاجة ضارة. هو بيطلع فوق جدا جدا، ساعة ما المفعول يروح ينزل تحت الارض، فيحتاج تاني علشان يطلع شوية، فيحتاج تاني عشان يطلع، لحد ما العادي بتاعه يبقى عالي جدا. فما فيش اي حاجة في الدنيا بتوصله له ولا الحاجة اللي هو ايه مدمن عليها يعني. فتبوظ الدنيا، تبوظ الايه، المعايرة. عارف الكاليبريشن، لما في اي جهاز كده بيبوظ بنعمل له ايه، كاليبريشن، بنعايره تاني عشان المعايرة بتاعته باظت. فكذلك الانسان متعاير كويس، ربنا ايه، خالق فيك كل الحاجات دي، وخالق فيك شوية الهرمونات وشوية الحاجات اللي بتحركك وتكافئك وتخليك تسعى وتجتهد، وكل الحاجات الجميلة دي. تمام. لما تخش انت بقى ايه، تلعب في السلوك وتبوظ وتزود وتقلل، بس يا باشا انت في بقى ايه، في حساب هنا لازم تسدده. فخد بالك يا صديقي،
وما تلعبش في المعايره او يعني كون حذر جدا جدا، لان في مساحه كده للمناوشه. كون حذر وانت بتناوش فيها. وكلنا يعني الانسان احنا مختلفين عن بعض. في ناس على فكره بتشرب القهوه ما يقول لك ايه القهوه دي مش عارف تمشي معاها حاجه، ناس بتشرب مشروبات تقول لك مش عارف تمشي معاها حاجه. ده ربما جينيا هو عنده حاجه بتخلي الحاجات دي، ما ربما هو سبحان الله مستوى الفوقان والنشاط بتاعه عالي، لانه مثلا بيعرف ينام كويس، بيعرف ينام بشكل عميق، فبيقوم يعني اقوم النوم زهقان. لو انا زهقان منه عايز اقوم بقى. يا سلام. فسبحان الله. anyway اللي احنا عايزين نفتكره، فيش حاجة من غير حاجة، كل حاجة بتمن سواء أدركت أو لم تدرك، ومفيش أصعب من إنك تقوم تدفع التمن وإنت مش واخد بالك. يا على الغدر. خد بالك يا صاحبي. شوف الإنسان بقى، الإنسان لما يحب أخيه الإنسان يقوم جايب له إيه؟ قهوة ومية. ياه شوف الولد، شوف الواد مظبطها تظبيطه. يلا عشان دول طلعت. السلام عليكم. سجاش انت بركات. اهلا وسهلا. يا مرحبا. هي دي المفاجأة الجميلة. حياك الله وياك. والله مفاجأة زينة. عامل ايه؟ كله تمام؟ حبيبي الله يبارك لك. انت اكتر والله. اوكي، يوم عظيم مع الاصدقاء، بس انا تعبان، حاسس ان انا جسمي واجعني. جسمي عارف لما يكون عندك وجع عام كده في جسمك، ارهاق عام كده. يا رب بس تكون ايه مضاعفات الانرجي درينك وخلاص يعني، لان لو الموضوع طول عن كده لا. دعواتكم ربنا يجيب العواقب سليمة وتكون حاجة بسيطة ان شاء الله. يلا الواحد محتاج يستريح شوية. التعديات عمالة تقول لي انت مفيش ريكفري بربع جنيه، فمحتاجة ريكفر. مش عارف ريكفر ازاي بصراحة.